كنا دايما بننادي بالتخصص وإنه السبيل الآمن للنهوض بالشخص نفسه. يعني فلان يتخصص في مجال معين يحترفه ويلم بأبعاده. مش بس كده، ده ممكن جوه المجال بنوجه الناس بتخصص التخصص عشان شايفين إنهم هيكون ليهم أبعاد مستقبلية. ومن الكويس جدا إن الدول نفسها تفكر خارج الصندوق بالشكل ده، وإنها تتخصص في حاجة معينة تنجح فيها وتحقق فائض يكفيها هي والأجيال اللي جاية، ويخليها أشهر من نار على العلم في المجال، أو بمعنى أصح بابا المجال. وده مش عيب لما يكون عندك تقفيل في نواحي اقتصادية، فمن البديهي تفتح لنفسك سكك في قصص تانية كتير. وده اللي نفسنا بلدنا تمشي عليه. لما سكة تقفل نروح نفتح سكة تانية وتالتة عشان نكتف العالم ونخليه يمشي على مزاجنا، مش احنا اللي نمشي على مزاجه، لأننا قادرين نمشي في أكتر من اتجاه ومش مبالغة والله. طب دليلك يا ريس، ولا انت بتتكلم وخلاص؟ بص يا سعادة البيت ويا ست هاني، في 2018 على سبيل المثال هنذكر السنة دي، هولندا سجلت فائض في ميزانيتها وصل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كمان سجلت في ميزانية الأسر ارتفاع بنسبة 2.6%. البطالة انخفضت ل 3.4%. وأكدت الإحصائيات الرسمية إن في حوالي 1,000,000 عرض للشغل. الشركات مش لاقية ناس تشتغل في الأماكن بسبب إن البطالة قلت جدا. وده كان نتيجة إن هولندا فاهمة اقتصاد كويس وعارفة هي بتعمل إيه كويس جدا وموقعها فين من اقتصاديات العالم، وفي قطاع الألبان بشكل مخصوص والثروة الحيوانية. تعال ندردش مع بعض واعكس لك الصورة الكاملة لاقتصاد قايم على خطة جهنمية متخصصة. عايزك تعرف إن إحنا مش بس بنعكس الكواليس، لكن بنتعمق في الحدث وبنقول الجديد. تابعنا للنهاية عشان تعرف معايا أنا محمد فرج كل حاجة صح في المراية. ليه المحللين شافوا إن هولندا تلميذ نجيب اقتصاديا؟ المحللين أكدوا إن هولندا بتعتبر تلميذ شاطر بسبب إن هي بتحترم القواعد المالية المحددة من المفوضية الأوروبية، وده بعد ما قدرت تسجل فائض في موازنتها للسنة الثانية على التوالي. والفضل في الموضوع ده بيعود للجهود الحكومية على صعيد زيادة الإيرادات، وده كان بنسبة 4.7%. برضو بنتكلم في 2018 على سبيل المثال، وده بواقع 14 مليار يورو. الزيادات دي اتحققت مع ارتفاع حصيلة القيمة المضافة وضرائب أرباح الشركات وغيره. ميزانية هولندا كانت زي باقي موازنات الاتحاد الأوروبي، واللي دخلت في المؤشرات الحمراء بسبب الأزمة المالية العالمية اللي كلنا عارفينها. لكن الإجراءات اللي تمت واتطبقت بشكل حازم خفضت نسبة العجز دي من الناتج، وكان نسبتها 5% وقت الأزمة، وحقق فائض مالي كبير. وعلى رأي اللي قال الحياة مش بتدوم على حال واحد، واقتصاديات الدول ماشية كده بالظبط. ممكن في يوم تلاقي اقتصاد الدولة تحت الصفر، مش هقولك عند الصفر، لا تحت الصفر، وفي لحظة نتيجة التفكير السليم وتطبيق الإجراءات السليمة تبقى عندها فائض مالي. ارتفاع المؤشرات الخضراء في هولندا أثر طبعا على مستوى معيشة المواطنين، وده كان مع تراجع نسبة البطالة، ودي كانت النسبة الأدنى من سنة 2003 اللي هي 3.4%، وزادت ل 7% في 2015. لكن حكومة هولندا لحقت نفسها بالتدريج وعملوا استراتيجية جديدة تماما لاقتصادها، وخلقوا فرص عمل لدرجة إن الشركات بقت تدور على الناس عشان تشغلها. أنت متخيل يا ريس؟ نيجي نتكلم عن المزارع الهولندية وعلاقتها بالاقتصاد. بص يا ريس، هولندا مشهورة بمزارعها الكتيرة، لكن الجديد خلال السنين اللي فاتت هي المزارع المغلقة أو الدفيئة، ودي تعتبر أكبر أنواع المزارع في أوروبا. كمان شهدت هولندا فتح مزرعة عائمة. طبعا هتسمع الكلمة دي وتقف عندها، يعني إيه مزرعة عائمة؟ ويا ترى في المية ولا لأ؟ وأسئلة كتير. بص يا سعادة البيت ويا ست هاني، هولندا فاهمة قوي أهمية الثروة الحيوانية، وبكل الطرق بتحاول تنمو في تربية الحيوانات، لأن الاهتمام بيهم هيعود بالنفع عليها في قطاع الألبان وغيره من القطاعات المرتبطة بيها. المزرعة دي فريدة من نوعها في العالم كله، وموجودة في ميناء روتردام، وبتضم قطيع محترم من الأبقار، واعتبرت وصنفت إنها بتمثل مستقبل تربية الحيوانات في هولندا. وده تحدي، خلي بالك، لأن هولندا مهددة بارتفاع لمستويات سطح البحر، وده كان سبب اللي خلى الأراضي الزراعية سلعة نادرة في البلد الأوروبي. إيه هي بقى طبيعة المزرعة العائمة؟ المزرعة بتتكون من 3 طوابق ومصنوعة من فولاذ. الطابق الثالث للأبقار، والثاني لتحويل الحليب لجبنة وزبدة، والدور الأول الأقرب لسطح المية مخصص لإنتاج الجبن. وقالت صاحبة إحدى المزارع لوكالة فرانس بريس:
إن العالم تحت ضغط، وإحنا بنسعى لأن المزرعة تكون مستدامة ومكتفية ذاتيا قدر الإمكان. هولندا بتعتبر تاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد الولايات المتحدة، ده بفضل التربية المكثفة للحيوانات وشيوع البيوت البلاستيكية للزراعة. وتعتبر هولندا ذكية في الاهتمام بالمزارع والحيوان، لأن الاهتمام بالمجال الزراعي والأبقار والجاموس ده اللي هيعمل الألبان. الناس دي شايفة شغلها بشكل ممتاز جدا، وعاملين حسابهم للأزمات اللي هتقابلهم وإزاي يتفادوها. عندك المزرعة العائمة دي، ممكن حد يقول لك يا عم دول دول اقتصاد على المية، يعني حاجة مش مضمونة، وهولندا بتتعرض لسطح المية، يعني من الآخر ممكن يغرقوا. لكن ردت صاحبة المزرعة نفسها في المقابلة وقالت احنا على المية بس المزرعة بتتحرك على أساس المد والجزر، يعني بنعلى وبننخفض مترين، وعشان كده نقدر إننا نستمر في الإنتاج حتى في حالة حدوث فيضان. وكمان بيحاولوا يتفادوا أي تكلفة، وبيحولوا روث الأبقار لسماد للحديقة، ويعقم البول لإعادة تدويره مرة أخرى مياه شرب للأبقار. وبتحيط بالحظيرة عشرات الألواح الشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة لتشغيل المزرعة، وتحلب الماشية عن بعد عن طريق الربوط. تكنولوجيا يا سيدي، مش أي كلام. بيعتبر بقى قطاع الألبان الهولندي واحد من أسباب القوى الاقتصادية الأكثر أهمية في هولندا. في سنة 2014 حققت مزارع الألبان وصناعة الألبان الهولندية إنتاج وصل قيمته الإجمالية ل 12 مليار يورو، منها كانت 7 مليار يورو قيمة منتجات تم تصديرها لأجزاء أخرى من العالم. وبسبب ده حصل توفير في مجموعه 45 ألف وظيفة في هولندا، يعني سدس إجمالي الصناعات الغذائية، واللي بتعتبر أكبر حجما من صناعات الأجهزة الكهربائية أو الأدوية أو السيارات في هولندا. ده كمان مع حقيقة إن هولندا بتحتل موقع استراتيجي في أوروبا مع بنية تحتية لوجستية ممتازة، وده اللي مخلي الألبان الهولندية تعتبر سوق محتمل إيجابي في المستقبل ليها وللأجيال اللي جاية. على الناحية التانية بقى في مصر بلد الفلاحين والمزارعين، للأسف بنعاني من أزمة في قطاع الألبان. تعال أعكس لك المراية ناحية مصر شوية، بلدنا يا عم أم الدنيا. المواطنين في القرى بقوا يشتروا الجبن بدل اللبن، وده تحت نظرية إن الجبن بيحتوي على اللبن، ونظرا لارتفاع أسعار اللبن بسبب أزمة الألبان بقوا يلجأوا للخيار الأول، وده اللي بيصدق عليه مقولة المصريين يأكلون اللبن ولا يشربون. مصر بقى عملت إيه في أزمة الألبان؟ خلال استمرار الأزمة الاقتصادية في مصر، قررت مصانع منتجات الألبان مؤخرا إنها تخفض مشترياتها من اللبن الخام من المزارع ومراكز التجميع. وجه قرار المصانع ده لتقليل الإنتاج، خاصة مع تراجع المبيعات بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وده كان سبب في خروج عدد ضخم من المربيين من السوق. وقررت بعض المزارع بيع قطعانها بعد تكبد أصحابها خسائر فتح. أشرف سرور رئيس جمعية منتجي الألبان قال إن شركة جهينة صاحبة أكبر حصة في سوق الألبان بعتت خطاب رسمي في إبريل اللي فات للمزارع المتعاقدة على توريد الألبان ليها، وعشان تعرفها إن هي خفضت 25% من مشترياتها. إيه بقى قصة رفض استقبال الألبان؟ شركات الألبان المصرية رفضت استقبال كميات جديدة من الألبان، وكان ده بحجة تراكمها في المخازن. كمان الأزمة المصرية ما وقفتش عند اللبن بس، كمان وصلت لصناعات الأجبان، والمزارعين بدأوا في بيع قطيع الماشية بالتدريج، والخسائر كانت عالية جدا. في نوفمبر اللي فات حذر منتجو الألبان من أزمة حقيقية بتهدد الصناعة، بتتمثل في ذبح إناث المواشي الحلابة، وطالبوا بالتحرك الفوري عن طريق الغرف التجارية على مستوى المحافظات لتفعيل القانون الصادر بمنع الذبح. وطبعا اللي بيحصل ده كارثة، وقالوا إن عدد رؤوس المواشي في مصر بيبلغ نحو 8 ملايين رأس. أزمات بقى بتهدد منتجي الألبان. بخلاف الكلام عن أزمات منتجي الألبان، بتواجه الصناعة دي كتير من التحديات، واللي بتتمثل أهمها في نقص المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة، ده بالإضافة لنقص العمال وضعف التسويق ونقص السلالات عالية الإنتاج. كمان بتعاني الصناعة من ارتفاع فاتورة الاستيراد، مفيش وصول للاكتفاء الذاتي، ومصر بتستورد لبن بودرة مجفف بقيمة تتراوح من 500 مليون دولار لمليار دولار. ونسبة المكون المحلي في قطاع الصناعات الغذائية خاصة في صناعة الجبنة ما بتتعداش 10%، وتصل نسبة المكون المستورد لأكتر من 90%. طب إيه يا عم تعقدها معانا وتقول لنا كلام كبير؟ إيه الحلول بقى عشان خاطر نواجه الأزمة دي؟ تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة كشف لنا إن إنتاج الألبان في مصر موزع ما بين الحيوانات المحلية والمستوردة. لو بصينا هنلاقي إن احتياج مصر من اللبن سنوياً 8 مليون طن. طب انت انتاجك قد ايه؟ 5.8 مليون طن. الفجوة هنا 2.2.
والتعويض بيجي من خلال إنتاج اللبن البودرة اللي قيمة إنتاجه بتوصل زي ما قلنا من نص المليار دولار سنويا. المنتجين للألبان طلبوا من الحكومة إن هي تبني مصنع لبن بودرة باعتبار إنه مشروع قومي يوفر على مصر وبيساهم في حل مشكلات ملايين المربيين الصغار واللي بيعانوا في تصريف منتجاتهم من اللبن، وده في وقت ارتفاع تكلفة التربية من غير وجود عائد، وده اللي دفع الفلاحين لذبح إناث الجاموس والأبقار. إنشاء المصنع هيعمل على تحقيق اللبن واللي هيحل من المشكلة وهيمنع استيراد الألبان المجففة من الخارج. كمان طلبوا من الحكومة عمل مصانع للزبدة والسمنة والعلب الكرتون للتغليف أو علب الجبنة اللي تستورد بالكامل من الخارج، وبيوصل تكلفتها برضه لنص مليار دولار سنويا. مشاكل كتير عن أزمة قطاع الألبان واللي حقيقي احنا مش فاهمين ليه وازاي، ومفروض مصر دولة الزراعة والفلاحين وبتمتلك أراضي زراعية كويسة وفلاحين على أعلى مهارات. المشكلة دي برضه عندنا، لكن احنا بنعكس لكم الصورة الحقيقية والحلول في المراية. من سنة بالظبط وتحديدا في يوليو 2022 الرئيس السيسي وجه باستغلال الشراكة بين مصر والأردن لتنمية الثروة الحيوانية وتوفير إنتاج الأجبان في السوق المحلي، ووجه إن المسؤولين يشوفوا إيه اللي ناقص في مصنع برج العرب للألبان وإيه اللي يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج وإزاي نستفاد من الخبرة الخارجية، خصوصا إن المصنع هيقوم على 40,000 متر بطاقة إنتاجية 12,000 طن من الأجبان في السنة، مع التوجيه المستمر بالإشراف البيطري وتدعيم وسائل الاختبارات المعملية والتخزين لتقليل الاعتماد على استيراد الألبان. وده كان أحد أهم دعائم حلول الأزمة واللي بنتمنى إنها تتحل والسوق المصري ما يشوفش زيادات تانية، خصوصا إن المزارعين بيلجأوا إنهم يتخلصوا من القطيع عن طريق الذبح عشان مش قادرين يدفعوا فواتير أو يصرفوا عليها لعدم وجود سيولة مالية، ودي أزمة كبيرة برضه. أتمنى إن يجي اليوم اللي ننفذ فيه هولندا وننفذ خطة البقرة. ليه لأ؟ الأحلام ممكنة والأماني كمان ممكنة، بس نشغل دماغنا ونقلد اللي نجح فيه الغرب مش عيب، وده بعد ما نوفر الآليات اللي بتدعم والإيد اللي بتساعد وننفذ كل التوجيهات اللي هتخلينا في حتة تانية خالص وترجعنا لريادة كل القطاعات، خصوصا إننا ممكن ننجح في كذا قطاع من غير ما نتخصص في قطاع واحد بس. إحنا كده خلصنا. قول لنا في التعليقات رأيك في موضوع النهاردة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. فريق عمل المراية يتشرف بمتابعتكم على صفحتنا على الفيسبوك، ولو بتشوفونا على اليوتيوب اعمل سبسكرايب ولايك، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوناش في الشير. السلام عليكم ونشوفكم على خير.